وعلى اليمين بالابيض الكامل الممزوج بالالوان. من بدايه المباراه من الجزائري امير سعيود لعب بينيه، انفراد ورايه وتسلل، رايه وتسلل على نادي الرائد. ضربه حره لمصلحه الرائد على ارضيه ملعب الهلال، والبينيه الجميله من امير سعيود. نادي الهلال داخل منطقه جزاء الرائد، لكن كان فيها خطا. عدت الكره من جحفلي ومحاوله اماميه، لكن الظهور الاول لياسين بونو حارس مرمى الهلال هو اللي الايسر من جديد الى تمريره اماميه، وادي المحاوله انفراد للرائد. انفراد يا راجل كان بيك اتنين، العب بالعرض، ولكن التسديده بتمر الى خارج الملعب والى ضربه مرمى. حد يطمع في الحته دي يا يحيى يا سنبل. هنا المره دي حفز وعماله بتحمس. رجعت سعود عبد الحميد الى ياسين بونو مع الكره. بونو بدايته كانت مع نادي الوداد البيضاوي المغربي. حلول ممتازه، سعيد تفاريز عدى من روبن، مر من روبن، لسه الكره معاه، مر من بونو الخطوره. يا راجل يا طماع يا سعيود. رائد يهدد خطر حقيقي على الهلال. سعيود يا حريف، سعيود يا لعيب، نقل واحده في الجانب الايسر الى عرضيه ومحاوله، لكن الابعاد من البليهي وياسر الشهراني. رجعت الكرة لمسة في الجانب الايمن، محاولة ارسال العرضية من محمد سالم لمحاولة جوه المنطقة، ولكن في النهاية سهلة عند ياسين بونو. يا سلام، يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند متروفيتش، لكنها بمحاذاة القائم الايمن والى ضربة مرمى. اول فرصة هلالية حقيقية على المرمى. مورييرا يمرر الكرة عند تافاريز اللي بيحاول من جديد، لكنها سهله في النهايه عند ياسين بونو يمر بينيه حلوه للدوسري اللي يلعب العرضيه، لكن امن عليها سافيتش لسعيود من جديد. سعيود عدى، يا لعيب لك سعيود، لكن هايل في التغطيه امير سعيود، وهنا بينيه في النهايه سهله عند ياسين بونو. ما شاء الله عليه، ساحر كده امير سعيود، ساحر، لعيب كبير امير سعيود. مراوغه يا ولد، ضحك على سالم كده وراوغه، ولعب الكره في الجانب الايمن لمحمد الدوسري، حلوه لامير سعيود، ولكن المره دي مر امير يحافظ عليها دفاع الهلال، وسهله عند ياسين بونو. امير سعيود بيتلاعب بالمقاس. هنا البينيه ومحاوله عند على طول يحيى سنبل، طولت ووصلت سهله عند حارس المرمى ياسين بونو. بيتقدم امير سعيود، تافاريز كان في موقف تسلل، لكن عدى سعيود ومر ويصفر له حكم المباراه ويدي خطا للجزائري، لكن شفناه في كاس العرب في تشكيله اللعيبه المحليين، وكان هو من سجل هدف الفوز في المباراه. حره عند سعيود يسدد الكره، ولكن سعود عبد الحميد هو اللي ياسر من جديد. ادي هنا اللمسه عند روبن نيفيز، يلعب العرضه حلوه، متروفيتش السفاح الصربي يحضر بالهدف الاول في ظهوره الاول برأسيته المعتاده. المترو وصل يا رجاله، المترو وصل يا تفضل زميلي الكلمه. نشوف الضربه الركنيه اللي بتتلعب عاليه المره دي جوه منطقه الجزاء، حلوه لكن في العارضه، ولكن في العارضه بتهديد في اللقطه الماضيه. لسه الخطوره ريداويه، ولكن مامادو مالوم، واول تهديد على مرمى ياسين بونو تحميه العارضه. مغربي واللي يعتبر صلاح الدين بصير، يوسف شيبو، عبد الجليل حدة، كماتشو، عادل هرماش، يوسف العربي، اشرف بن شرقي كان اخر مغربي ارتدى قميص. الانطلاقه من الجانب الشمال، محاوله موجوده، سنبل يسدد ياسين بونو، ثم عوده من جديد ياسين بونو للمره الثانيه ينقذ مرمى الهلال. ياسين بونو هنا يطمئن الهلاليين، لكن ضغط ريداوي ناجح في شوط اللقاء الثاني برضه كما فعلوا في شوط اللقاء الاول. ادي الانطلاقه من يحيى سنبل بالضربه الركنيه، خالد نسبيعي عاليه جوه المنطقه. هنا المحاوله، ولكن جحفل ميشايل على يمينه سعود، وعلى يساره متروفيتش، لعب سعود لعب بالعرض، وصلت الكره ياسر الشهراني اندري مورييرا، والشهراني ركله جزاء للهلال. المرتده السريعه تاتي بركله جزاء للهلال. ياسر الشهراني، هنا التسديده وهنا المحاوله، ولكن لمسه يد على محمد الدوسري في الجزاء. وسالم الدوسري، سالم ومورييرا، وسالم بيتقدم، سالم يسجل الثاني، سالم ويروح يحتفل مع الجماهير الهلاليه.
ويتقدم بالهدف الثاني على الرايد. 2-0. خلينا نشوف. لكن ترجع الكرة عند جحفلي اللي يسلمها عند ياسين بونو في منطقة الدفاع. آخر موسمين طبعا سالم نسبة كبيرة من أهدافه جت من علامة تسجيل من ضربات الجزاء. ده نقطة. ورجع لجحفلي اللي بيغامر ويراوغ لكن الضغط عليه وجوليو تافاريز، لكن قلب ليه إلى سافيتش اللي يعيدها إلى حارس مرمى ياسين بونو. ربع ساعة من بداية مورييرا يلعب كرة طويلة أمامية في أقصى الجانب الأيمن، محاولة من ياسر الشهراني اللي يأمنها براسه سهلة عند حارس المرمى ياسر. الكرة عند مالكوم مع الكرة البرازيلي مالكوم مر مالكوم وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديدة والهدف الثالث. الهدف الثالث مكتوبة لك يا سالم، مكتوبة لك يا سالم. الحكم بيدي إتاحة فرصة وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69. سلين في اليمين عند أمير سعيود مع الكرة، محاولة جوه المنطقة ولكن ياسر الشهراني يأمن عليها والكرة إلى خارج الملعب. يلعب الكرة الطويلة مورييرا، ما تلاقيش أي حد خالص أقرب عند ياسين بونو. بليهي يرجع للخلف أقرب عند حارس المرمى ياسين بونو، يقدر ان هو يعود للمباراة في هذا التوقيت. يعني لسه المباراة في يمرر الكرة على الأرض، وأدي التمرير عند ميشائيل يلعب بينية، وهنا السقوط. حكم المباراة بيقول ما فيهاش أي حاجة، سهلة عند حارس المرمى. لا 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 ما ينفعش، لا يليق بالمباراة. وطرد على سافيتش، طرد على سافيتش. شوف هنا سافيتش بينال طرد مباشر بقرار من حكم المباراة. سافيتش بياخد طرد اهو في الدقيقة 76. يعني الاحتكاكات دي يا جماعة ملهاش لازمة. يعني انت عايز تاخد خطأ، عايز تاخد ركلة جزاء، ما ينفعش الحالات دي. وامامنا هنا جورج جيزوس مش مبسوط. الأمامية أمير سعيود بيحاول ولكن ياسين بونو استسلم بعد الهدف الثالث، استسلم تماما. وادي الكرة من سالم، مر سالم، عدى سالم وعبد الله الحمدان على مرتين. الحمدان يسجل الرابع. عبد الله الحمدان مستحقة للهلال ومستحقة للحمدان. ادي الانطلاقة من اليمين، وادي المحاولة الى كرة عرضية ولكن يطلع ياسين بونو يمسك الكرة سهلة عند حارس المرمى. سهلة عند ياسين بونو اللي بيمسك الكرة بامتياز. لكن هنا كان هو اللي يأمن عليها وأقرب عند ياسين بونو. في طريقه إلى النقطة السابعة، انتصارين وتعادل والرايد من دون ولا نقطة.